السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ طمنوني عنكم، شغالكم كثير لازم ما صورت فيديوهات لليوتيوب تعليمية. اليوم إن شاء الله الفيديو راح يكون بناء على سؤال أحد منكم، راح أجاوبكم على كيف تنزلوا دحلة أو شارع يكون شوي هيك مايل لتحت، منحدر، منعطف، ما بعرف شو الكلمة اللي بتحكوا عنها، بس كثير تكرر هذا السؤال انه كيف نقدر نتجاوز الدحلات ونتحكم بالسكيت واحنا نازلين. فاليوم ان شاء الله راح احكي لكم واجاوبكم على هذا السؤال. وقبل ما بلش اي سؤال او اي استفسار عن السكيت، سواء مستوى المتوسط او المبتدئ او المحترف، اكتبوا لي في الكومنتات عشان اجاوبكم عليه، ولا تنسوا تعملوا لي لايك على هذا الفيديو. يلا نبلش. بالبداية طبعا حابة احكي لكم انه السكيت لازم لما تيجوا تنزلوا عن الدحلات وانتوا لابسينه تعملوا رجليكم تنتين قبال بعض، واحدة قبال الثانية، وتبدوا تنزلوا بشويش وانتوا سايبين حالكم عليه، وركبكم تكون متنية لقدام وجسمكم يكون كله لقدام معاكم وانتوا نازلين عن الدحلة. ما تعدوا ظهركم نهائيا او ترجعوا ظهركم لورا، هيك انتوا ممكن انكم تقعوا وبيأثر عليكم وعلى توازنكم. فلازم نتني ركبنا ورجل قدام ورجل ورا. اول خطوه لنزول الدحله بنبدا ننزلها عادي، بعدين بنبدا نستخدم الستوب. طبعا لازم انتم تكونوا متمكنين من الستوب، وكيف ممكن انتم تستخدموا التشحيطه هاي الستوب عشان تقدروا انكم تنزلوا الدحله بكامل السلامه تبعتكم. فاللي مش متعلم كيف انه يستخدم البريك او يعمل بريك وهو ماشي بالسكيت، لازم يتعلم كيف يعمل بريك. طبعا اللي ما بيعرف انه يستخدم البريك او ما بيعرف يعملها ومش متمكن منها، لازم يتمكن منها. في فيديوهات كثير على القناه بشرح فيها كيف ممكن انكم تستخدموا البريك، احط لكم اياها في الديسكربشن تحت. فنرجع لموضوعنا اللي هو كيف انت تنزل عن الدحله. هنبدا ننزل فيها بشكل عادي، بنحرك رجلينا وبنبدا ننزل. بعدين هنستخدم البريك طول واحنا نازلين. كمستوى مبتدئ لازم نضلنا نشحط طول واحنا نازلين، نضلنا مستخدمين البريك، يعني بنحرك شوي بعدها بنستخدم البريك شوي، بعدها بنحرك وبنستخدم البريك شويه وبنستخدم البريك. ضروري نضلنا مستخدمين البريك طول واحنا ماشيين في السكيت. تمام. الطريقه الثانيه لنزولكم للدحلات بتكون شوي تمكنتوا اكثر وقدرتوا انكم ترفعوا رجلكم من البريك وتمشوا عادي، يعني بدون ما تستخدموا البريك، اللي هي طريقه الزيق زاق. تصيروا تكسروا يعني تمشوا بشكل هلقيت الدحله نازله تحت هيك، تمام؟ فانتوا تمشوا يمين يسار يمين يسار، بس يعني تحاولوا تقطع اكثر كميه ممكنه من الدحله. هذه الطريقه بتخليكم تقللوا من السرعه تبعتكم وانتم نازلين على الدحله، وبالتالي بتقدروا تخلصوا وانتوا بالسرعه العاديه، انه مش بسرعه الدحله تكونوا نازلين، لانه الدحله بتدحلكم وهتنزلوا بسرعه كبيره. فبنبدا ننزل يمين وبنشد ويسار، يمين ويسار بهاي الطريقه. والخطوة الثالثة لنزول الدحلات هي انك تني جسمك تقعد بهذا الشكل على السكيت وانت نازل الدحلة. طبعا هاي بتكون شوي لمستوى المحترفين انهم يكونوا متمكنين برضو من هذه القاعدة قبل ما ينزلوا فيها بالدحلة. وطبعا هذا المستوى للمبتدئين كشرح مبدئي كيف انهم ينزلوا الدحلة. بعد اذنك يا مسكوتر ورجينا كيف بيطلع الدحلات. كيف؟ بتطلعي هيك. إذا طلعتي هيك بتطلعيش. هيك بتطلعي؟ لا لازم تطلع هيك. الله. طبعا طلوع الدحلة برضو كتير سهل، يعني ما بعرف اذا ممكن يكون في حدا ما بيعرفش كيف يطلع الدحلة، لكن اللي حابة احكي انه ما تطلعوش وانتوا هيك السكيت، لازم تطلعوا وانتوا بهذا الشكل، رجل ورا رجل، لانه اذا طلعتوا هيك مش هيمشي معاكم، وبالتالي مش هتاخدوا دفعة لانكم تطلعوا على هذه الدحلة. فلازم تاخدوا دفعة وتطلعوا على السكيت. تمام. والشغلة الثانية اللي حابة احكيها انه ممكن في اخر الدحلة نلاقي زي حجر او خشبة او عودة او ما بعرف شو، يعني دائما في نهاية الدحلات بتكون الاسفلت مش كتير مستوي، سطحه بكون خشن. احنا لازم نتجاوز هذه بان نعمل جنب بسيط، يعني نقفز قفزة بسيطة عن هذه الاشياء اللي بتواجهنا في عقباتنا اثناء نزولنا لهذه الدحلة. يعني لو كانت الانحدار اللي انت نازل عليه
في تشققات كتير بالأرض لازم تقفز عنها، يعني ما بينفعش تمشي عليها مشي عادي تنسكت، لازم تقفز عنها بشكل بسيط، قفزة كتير بسيطة أثناء نزولك لهاي الدحلة. والشغلة الأخيرة اللي حابة أحكي لكم إياها إنه في محترفين كتير بينزلوا الدحلة ممكن خلفي أمامي بقفزة بنطة، كله هذا بيعتمد على أنت إيش قادر تعمل قبل ما تنزل الدحلة في السكيت. يعني أنت قادر تنط قبل ما تنزل الدحلة وأنت نازلها تنزلها نطات، قادر تلعب خلفي وأنت نازل الدحلة قادر تنزلها كلها خلفي، فبيعتمد على مستواك كيف تشتغل فيه قبل ما تنزل هاي الدحلة. لكل الناس ما تخافوش من الوقعات يا جماعه، عادي اقعوا بس كونوا لابسين الكسرات ووقعوا وقعات بسيطه ولا هيصيركم اي حاجه. وبتمنى تكونوا استفدتم من هذا الفيديو، ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب اذا مش عاملين، والشمس سطلتنا والحمد لله. جماعه تنسوش تعملوا لي لايك شير سبسكرايب وتشيروا الفيديو لاصحابكم، ويلا باي.